السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل المتابعين الأعزاء ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. مكملين مع حضراتكم سلسلة ازاي تعلم أبنائك اللغة الإنجليزية في المنزل بدون معلم. الحلقة اللي فاتت اتكلمنا فيها عن الحروف ان لها أصوات وليها أسماء. النهاردة هنتكلم عن حروف تانية اسمها فاولز. يعني يا مستر فاولز؟ يعني الحروف المتحركة. طب ايه هي الحروف المتحركة وليه سماها كده؟ قال سميناها حروف المتحركة لأن كل حرف فيهم ليه أكتر من صوت، يعني ليه أكتر من نطق، ممكن ننطقه بطريقتين مختلفين، فعشان كده مسمينهم الحروف المتحركة. طب ايه هم الحروف المتحركة؟ هم طبعا 5 letters، يعني 5 حروف: A E I O U. طب فايدتهم ايه في الكلام؟ يعني فيهم ايه في الكلمة اللي احنا هننطقها؟ الفايدة بتاعتهم بالظبط زي التشكيل بتاع العربي. خلينا نقطع الكلمة بفتحة بكسرة بشدة عشان نفهم قوي زي التشكيل بالعربي بالظبط. ولازم نعرف كمان ان الحروف المتحركة فيها لونج فاول وفيها شورت فاول. اللونج فاول يعني بنطق الحرف باسمه، والشورت فاول بنطق الحرف بالصوت بتاعه. تعال نشوف اكزامبلز كده. اول حاجة عندنا حرف A. طبعا بنطق الكلمة الاولى كار، كار، والكلمة التانية كات. هننطق ببطء كده مع بعض: قا، كا، آ. فكده بقى ليه صوتين، فعشان كده اسمه حرف متحرك. الحرف التاني حرف الاي، ممكن ننطقه وممكن ننطقه اي. يعني عندنا كلمة بيد وعندي كلمة تري. ب ب ب ب بيد، تري، اي. تري لونج فاول، بيد شورت فاول. الحرف اللي بعديه هو حرف اي، حرف اي. زي مثلا عندنا كلمة انك، انك، انك. لكن الكلمة التانية ايس، ايس. هنا حرف الاي اتنطق لونج، يعني اتنطق باسمه، فاللونج بيتنطق باسمه. الحرف اللي بعديه هو حرف الاو. زي عندنا كلمة مثلا بوت، بوت اناء او وعاء. طبعا نطقناها شورت فاول، هو حرف واحد بس. الكلمة التانية اسمها بول، بو، او، او. كده بقت لونج فاول. الحرف اللي بعديه هو حرف اليو. حرف اليو من الحروف المميزة شوية. لو جيت تاني كلمة او تاني تاني حرف في الكلمة بننطقه زي كلمة قط، ق ق قط. كيوت، كيوت. طبعا في كيوت لونج فاول، قط شورت فاول. اسمع معايا بقى فايدتهم ايه مع الحروف. عندي مثلا بي اي با، با. بي اي بي، بي. بي او بو، بو. بي يو با، با. بي اي ب، ب. لو نطقنا الكلمات عشان نعرف ازاي ان هما بيستخدموا زي التشكيل في العربي. اول كلمة با، بات. بي، بيل. بو، بوكس. با، بات. ب، بيل. يبقى عندنا با، بات. بي، بيل. بو، بوكس. با، بات. بي، بيل، بيل. اشوفكم في فيديو جديد.